عليكم ورحمة الله وبركاته. المشايات من أهم المنتجات في المنزل اللي كتير مننا بيدور عليها، وبتكون عاملة مشاكل كتير في حتة إن أنت إزاي تلاقي المشاية المناسبة ليك. فيديو النهاردة هنتكلم معاكم عن التفاصيل إزاي تختار المشاية المناسبة ليك، سواء حجم السير، سواء الموتور إذا كان اي سي أو دي سي، سواء إذا كان فيها مانع صدمات ولا لأ، محتاج انكلاين ولا لأ، أي اوبشنز إضافية بتنزل مع المشاية من مسند دكة البطن أو دامبلز أو قرص تويست أو جهاز فايبريشن، وكمان الوزن اللي المشاية بتحتمله. تعالوا نبدأ بقى مع بعض بأول مشاية. أول مشاية عندنا هي مشاية اي سي، بتشتغل معانا من 4 ل 6 ساعات. هي بتتحرك على عجل ببساطة خالص، انت مش محتاج ان انت تميلها عكس المشايات التانية. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي بنقدر ان احنا نحركها. واحنا بنفتح المشاية اهم نقطة ان احنا لازم نرفع السير سنة لفوق بالمنظر ده عشان الجهاز ده ما يتكسرش واحنا بنفتح المشاية. بنرفع بس السير سنة بسيطة ونضغط ضغطة بسيطة وبنسيب السير، هو بينزل لوحده بالراحة، مش لازم احنا نضغط عليه وننزله بسرعة. هي عملية ثواني بسيطة والسير هينزل. لو بصينا على حجم السير مع بعض، انا حابب ان انا اوريكم الديتيلز في الفيديو عشان يبقى الامر واضح قدامكم. لو بصينا على حجم السير هنلاقي ان حجم السير عندنا حوالي 57 سم تقريبا العرض بتاعه، والطول بتاعه حوالي 145 سم تقريبا. مشاية ضخمة جدا، اقرب ما تكون لمشايات الجيمات او صالات الكروسفيت او هكذا. المشاية التابلو بتاعها او الشاشة بتاعتها يعني تديك حق انك انت طالع على طيارة مش طالع على مشاية. معها الكابل بتاع الاي او اكس لو هتشغل عليه اغاني، ممكن مدخل يو اس بي كمان لو هتشغل. طيب هندوس ستارت ونتفرج كده على جمال الشاشة وهي شغالة وجمال السير وهو شغال. طبعا ما بنرشحش ليك ان انت تطلع على السير بوزن قليل بسرعه قليله، لازم بس ندي السير سرعه. البكره دي بتعمل السرعه. البكره دي جميله معانا زي عربيات البي ام دبليو كده والمرسيدس، تقدر انت تعلي السرعه او تنزلها. السرعه بتبقى مكتوبه وسط البكره. انا معايا باشمهندس محمد هنا بيغششني يا جماعه برضه عشان تبقوا عارفين انا مش عارف المعلومات كلها. انا طولي اللهم بارك حوالي مثلا 185 سم، فبتتكلم ان انا طالع على المشايه مرتاح، ان انا ماسك اليد بتاعتها. قرب بس يا حبيبي عشان يبان ان انا اليد بتاعتها انا مرتاح، انا فارد ظهري، انا مش متني. هنشوف في مشايات تانية دلوقتي ان انا ممكن احتاج اتني ظهري وانا طالع على المشايه. في مشايات تانية هتحتاج ان انا اتني ظهري وانا طالع، انا هنا فارد ظهري تماما. طب انا هزود السرعه. انا دلوقتي على سرعه 6. المشايه فيها مانع صدمات للمشايه نفسها، للسير بتاع المشايه، وكمان فيها مانع صدمات للانكلاين نفسه. عايزين نشوف الانكلاين هيطلع معانا لحد فين. انا مسجل قدامي على الشاشه ان هي بتشيل 12 انكلاين. انا هطلع باعلى انكلاين فيها. لو انتوا واخدين بالكم انا كل ما برفع الانكلاين بيزيد معايا على المؤشر هنا. انا كده وصلت الانكلاين 15. طيب انا كده طلعت على اقصى انكلاين فيها. عايز اوريكم برضو اعلى سرعه فيها كام. تبقى جريئه قوي دي، ماشي؟ تبقى جريئه كبيره دي، ماشي؟ تبقى جريئه. لا انا مش هقدر اجري بصراحه عليها. طبعا الصوت اللي طالع منها ده انت قلت لي يا باشمهندس امبارح كان بتاع ايه؟ صوت الدرافيل. صوت الدرافيل، عشان بتبقى مع الدرافيل اللي بتلف السير، يبقى السير زي ما نقول متطبع عليها، فبيعمل صوت مع الوقت بيفرد معانا. المشاية شغالة معانا لحد سرعة 22، دي أعلى سرعة فيها. طبعا فيها برامج متعددة، بيجي معاها ازازتين زيت عشان نهتم بالزيت بتاعنا. السير احنا لو واخدين بالنا هنا متقفل عليه تماما، متحوط تماما، فصعب قوي ان التراب يخش عليه.
فعشان كده مشايه زي كده انت مش محتاج انك انت تنضفها كل اسبوع 10 ايام اسبوعين زي المشايات اللي هنشوفها بعد كده، بتبقى السير مفتوح شويه فبتحتاج انك انت تنضفها كل فتره قصيره. وكمان في ميزه كويسه قوي هنا في التزييت بتاع السير، ان معمول له زي حجره كده مخصوصه، هنا بندخل الزيت بتاع السير كل اسبوعين، او تقدر تقول مثلا كل 10 12 ساعه شغل نزيت السير بتاعها، بحيث نبقى مطمئنين ان الموتور مفيش لود عليه كبير. طيب من اهم المشاكل كمان اللي بتقابلنا في المشايات عموما موضوع الموتور، هو كام هورس باور والمشايه تشيل قد ايه. بس فتحنا اهي العلبه زي ما قلنا تمام علشان نوريكم، والاساتذه المهندسين هيبقوا فاهمين اكتر اللي انا بشرحه هنا. الموتور بتاعها مكتوب عليه 7 حصان. بيحصل خلط عند بعض الزملاء في السوق الرياضي ان هو بيفتكر ان المشايه فعلا 7 حصان تفضل شغاله 24 ساعه 7 حصان. لا، 7 حصان دي الماكسيموم بتاعها. زي موتور العربيه مثلا بيبقى مكتوب عليه العداد جايب 220، بس هل كده انت هتفضل ماشي على 220 طول عمرك؟ لا، هي ممكن توصل ل 220 بس فتره قصيره قوي وترجع تاني. الموتور ده هو فعليا بالحجم ده، لو اي حد باشمهندس هيبقى فاهم اللي انا بتكلم فيه، مش هيعدي حصان او 2 حصان. المشايه بتشيل معانا لحد 180 كيلو مرتاحه. المشايه السير بتاعها عريض تشتغل معانا 6 ساعات. احنا بنحاول نوضح لكم التفاصيل من جوه عشان وانتوا بتقارنوا المشايه بتاعتنا باي مشايات تانية في السوق الرياضي تبقى الامور واضحه معاكم وتبقوا شفتوا الحجم. يعني انا ارشح لكم لو هتشتروا اي مشايه زيها ان احنا نفتح الموتور من جوه ونتفرج على حجمه ونشوف المواصفه اللي مكتوب عليه هو الانفرتر، عشان نتاكد ان احنا بنشتري حاجه مناسبه ليه. نقفل العلبه دي ونشوف المشايه اللي بعدها. المشايه دي فيها سوست منع صدمات للانكلاين غير منع الصدمات بتاع السير. ده منع الصدمات بتاع السير، تعالى معايا هنا، ده منع الصدمات بتاع السير، وفي منع صدمات للسوست. المشايه دي وزنها الفعلي حوالي 120 كيلو. المشايه اللي بعدها فيها منع سوست للسير بس، ولو خدنا بالنا هيبقى حجمه اصغر حاجه بسيطه من اللي هناك. مفيش مانع صدمات سوست للانكلاين، بس برضو حجمها كبير، بتشيل معانا 160 كيلو. هنرفع زي ما اتفقنا السير رفعه بسيطه وندوس عشان نسيبه ينزل. ما نضغطش عليه وهو نازل، نسيبه ينزل براحته. ايه؟ باشمهندس محمد بيغششني كالعاده عشان ما نبوظش البستم. طيب هنشوف عرض السير كده سريعا مع بعض. العرض هنا بنتكلم في 48 سنتي، واحنا كنا هناك كام؟ 100 47 لا 57. انت العرض قصدك كان 57. العرض كان العرض كان 57. هنا العرض بنتكلم في حوالي 48 تقريبا او 47 ونص. طب الطول قد ايه؟ الطول بنتكلم في حوالي 135، يعني في 10 سم في العرض وفي 10 سم في الطول المشايه دي بالمقارنه بالمشايه الثانيه. طب هل ال 10 سم دي هتفرق معايا انا كمستخدم ولا لا؟ ممكن ما تفرقش. بالنسبه لطولي ممكن ما تفرقش. لو طلعنا نجرب اهو المشايه، احنا قلنا بنشغل الاول، بنديها سرعه. طبعا المشايتين فيهم سنسور جانبي، لو تيجي بالسنسور يا ابو حميد، سنسور جانبي سواء دي او دي، فيها الزراير بتاعتها اللي بتعلي او تنزل الانكلاين. التانية طبعا كان فيها البكرة تقدر تعلي او تنزل. برضو انا طالع على دي ما عنديش مشكلة، انا ماسك، انا مش تاني ظهري، انا طالع مرتاح، عايز امسك هنا، عايز هنا احط بوتل او اي حاجة او احط الموبايل بتاعي مفيش مشكلة. بيجي معاها الكابل بتاع الاي او اكس، بيجي معاها فتحة اليو اس بي علشان لو انت عايز تدخل اي حاجة باليو اس بي. كتير بيسأل لو لسه بيستخدم المشاية ايه القطعة الحمراء اللي هنا دي؟ قطعة ماجنتيك. القطعة الماجنتيك دي ايه الاستخدام بتاعها؟ مجرد انا هشيل القطعة الماجنتيك دلوقتي هتلاقي السير فرمل 100% كده اهو. السير بيقف مرة واحدة والمشاية مش هتشتغل تاني الا لما انا احط القطعة الماجنتيك دي. القطعة دي لو ضاعت المشاية هتفضل واقفة كده، المشاية هتشتغل تاني. طيب هنشوف مع بعض هي الماكسيمم بتاعها في السرعة قد ايه. طبعا انت ممكن تزود بالبلاس او تدوس من هنا مرة واحدة
وتدوس مثلا ايه على سرعه 12. احنا قلنا الضرافيل هي اللي عامله الصوت ده، ومع الوقت الصوت ده بيروح. المشاية دي اخرها 16، المشاية اللي فاتت اخرها كانت 22، المشاية دي اخرها 16. تعالوا نشوف الانكلاين هيوصل معانا لحد كام. الانكلاين هنا اخره 20. استاذنك يا محمد من قدام بس تبين الانكلاين هيوصل لحد فين. ممكن تلاقي ال 20 بتاعت المشاية دي زي ال 15 اللي فاتت. في الاخر اي انكلاين فوق ال 12 درجه بيبقى انكلاين محترم. عشان نوريكم الموتور من جوه. برضه مكتوب عليه 3.5 هورس باور، وزي ما احنا اتفقنا ده ما بيبقاش اللي انا افضل مشغل عليه المشاية مده طويله، لا ده الماكسيمم بتاعها بيك مره واحده كده تحصل حاجه بسيطه وينزل تاني. دي برضه الموتور بتاعها لا يتعدى الهورس باور او الهورس باور ونص باحسن الظروف. بتشيل معانا 160 كيلو. بنرشح لكم دايما لو هتشتروا المشاية تروحوا تجربوها، تجرب الوقفه بتاعتك عليها، تجرب السير، تشوف منع الصدمات مناسب ولا لا، تشوف الشاشه وحجمها مرضي ليك ولا لا. ما تاخدش بانك تسمع المشاية كام هورس باور وخلاص، لان اسهل حاجه المشاية كتب عليها هورس باور عالي. هورس باور 7 حصان ده بيشيل اسانسير فيه 10 بني ادمين. الهورس باور اللي 7 حصان ده حجم الموتور ممكن يبقى مثلا قد التكييف، فما نتخدعش بالارقام اللي بتتقال. طبعا المشاية دي برضو مشاية اي سي زيها زي اللي قبلها، برضو بتشتغل من 4 ل 6 ساعات. برضو لازم نهتم بالتزييت بتاعها وتنظيفها بشكل مستمر. لو خدنا بالنا من الجوانب بتاعتها هنا هتلاقيها مفتوحه عكس المشاية التانية، فدي هنحتاج ان احنا مثلا كل اسبوعين ان احنا نرفع السير وننظف تحتيه ببلاور او بسشوار عندنا او حاجه، نشيل التراب اللي فيها ونرش زيت على السير من قدام وورا. ازازه السيليكون دي بيبقى ليها النوزل بتاعتها دي، بندخل هنا مثلا من قدام مرتين، من هنا ومن هنا، نرفع السير كده زي السجاده ونرش بختين بعد ما بننضف من قدام ومن ورا، وبعدين نشغل السير مثلا دقيقتين 3 ينقل السيليكون بتاعها في كل مكان. احنا كده نضفناها. السايكل دي لازم نعملها كل اسبوعين عشان ندي عمر اطول للمشاية. المشاية دي بتشيل معانا 160 كيلو، تشتغل من 4 ل 6 ساعات مرتاح باذن الله. طيب نخش بقى على المشاية اللي بعدها. طول هنشوف تالت مشاية معانا، برضو بتكون مشاية اي سي. هنشوف برضو عرض السير بتاعها دلوقتي لايف مع بعض. طبعا انتوا مستغربين ايه الريموت اللي انا ماسكه ده. انا هوريكم الريموت ده بيشغل انهي مشاية ومش هتصدقوا في اخر الفيديو. عرض السير هنا هنتكلم في حوالي 43. طب اللي فاتت كانت 47، اللي قبلها كانت 57، فاحنا بنتكلم هنا السير نزل حوالي 15 عن اول مشاية. طب الطول بتاعها قد ايه؟ الطول بتاعها حوالي 125، يعني نزل 20 سم عن اول مشاية. طب هل ده هيفرق معايا انا شخصيا وانا بتحرك ولا لا؟ هنشوف هيفرق ولا لا. طب انا زي ما اتفقنا ما شاء الله الطول فوق ال 180 سم. لازم نطلع ندي الاول سرعه للمشاية قبل ما نطلع عليها. المشاية اي سي اشتغل معانا 3 ساعات متواصل. الانكلاين هنا مانيوال مش اوتوماتيك زي الاثنين اللي فاتوا، عشان دي سعرها اقتصادي كتير عن اول اتنين. انا دلوقتي هبدا اتحرك على المشاية. انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انا ابقى فارد ظهري، ما بقاش انا تاني ظهري. فانا المشاية دي برضو انا فارد ظهري تمام، مفيش اي مشكله. ارفع السرعه، فيها منع الصدمات لو انتوا واخدين بالكم. الاحمر الجانبي ده غير المنع الصدمات برضو السفلي بتاعها. عايزين نشوف بقى المشاية دي هتوصل معانا ماكسيموم كام في السرعه. وعايزين برضو استاذ محمد يعمل لنا كلوز على الشاشه، لان شكل الشاشه بيفرق كتير بالنسبه لي انا نفسيا في التمرين، واكيد برضو مع حضراتكم. طيب السبيد بتاعتنا هنا هنطلع ل 10 مره واحده وهنعلي نشوف اقصى حاجه. يا ترى هتوصل لكام؟ اللي فاتت 16 واللي قبلها 20. دي اخرها 14. وبرده فيها الكابل بتاع الاي يو اكس اللي يجي معاها واليو اس بي لو عايزين نعمله. ونفس الكلام لو انا شلت دي، بص على السير، بص على السير، لو انا شلت دي السير هيقف في لحظه، كانك انت رحت كبست فرامل على العربيه مره. مش هتشتغل تاني الا لما انا احط دي، تبدا الشاشه تقيد تاني. تعالوا نبص على علبه الموتور. طبعا دي بيجي معاها جهاز فايبريشن، انا نسيت اشرحه لكم في الفيديو اللي فات. جهاز الفايبريشن ده
في استخدامات كتير في السيلولايت، وفي استخدامات كتير قوي ممكن تشوفوها في الكتالوج بتاع المشاية وتلاقوا لها فيديوز كتير على اليوتيوب. في مسند الدكه بتاع البطن بيجي معاها 2 دمبل وبيجي معاها قرص تويست. نفس الست دي الاكسسوار اللي نزلت مع المشاية دي بتنزل في مشاية تانية بس بحجم اصغر شويه. بس احنا معانا كابتن محمد نسي يجيب الجهاز ده، واحنا كنا مضطرين نصور الفيديو بصراحه، فاحنا صورنا الفيديو يبقى لازم هنصور. هو نفس الجهاز التاني بيبقى راكب هنا بس حجمه اصغر ولونه بس ممكن يبقى مختلف شويه. تعالوا نفتح العلبه فيها الموتور. يا ترى هيبقى مكتوب عليه كام؟ 20 هورس باور ولا 30 هورس باور ولا 40 هورس باور؟ احنا يعني مجرد قبل ما افتح العلبه انتوا شايفين العلبه حجمها صغر. لو انتوا ترجعوا الفيديو وتشوفوا اول علبتين، العلبتين ضخمين جدا ومكتوب عليها 3.5 و7 حصان. هنا بقى هنفتح هنشوف مكتوب كام. زي ما باكد اللي مكتوب ده بيكون الماكسيموم اللي بيحصل لمده قصيره جدا، مش اللي المشاية تفضل شغال عليه فتره طويله. بسم الله. مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، مكتوب 2 هورس باور. حجم الموتور اصغر، لو احنا بعدنا شويه بالكادر كده تلاقي حجم الموتور اصغر، والعلبه بتاعته اصغر، والانفرتر حجمه اصغر. فالموتور مش هيعدي حصان واحد بس. 2 هورس باور ده بالكتير قوي لو اشتغل مده قصيره جدا. المشاية دي بتشيل 130 كيلو او 135 كيلو ماكسيموم، بتشتغل معانا 3 ساعات متواصل. الانكلاين هنا مانوال، وانتوا طبعا تبقوا مستغربين يا ترى الانكلاين المانوال ده معناه ايه؟ معناه الليفل بيتحدد بالثلاثه دول. انا النهارده هي كده معموله، ده اعلى انكلاين فيها. طب انا عايز اقلل الانكلاين شويه، بروح رافع دي ومطلع القطعه المعدن دي وبروح مدخلها تاني كده، انا قللت الانكلاين شويه. طب عايز اقلل الانكلاين اكتر، بروح برضو رافع دي كده اهو، وجبت ايه؟ ليفل اكتر كده، ده اقل انكلاين فيها. طبعا بنعمل كده من الناحيتين، ما بنعملش من ناحيه واحده عشان ما تتكسرش، لازم اعمل كده من الناحيتين. فده فكره الانكلاين المانوال. طب فكره الانكلاين المانوال دي ممكن تلاقيها في الاخر ككوست. موتور الانكلاين وفر عليك حوالي 10000 جنيه. ففي الاخر انت بتحدد انت عايز فعلا الانكلاين يبقى اوتوماتيك، ولا ممكن تستغنى عن موضوع الانكلاين الاوتوماتيك وتوفر فلوس بس تاخد مشاية اي سي تشتغل معاك 3 ساعات. تعالوا برضو نشوفها وهي مقفوله عامله ازاي من تحت. دي موانع الصدمات بتاعتها، ودي برضو موانع الصدمات بتاعتها. بقى دلوقتي مع بعض على المشايات الدي سي. طب ايه الفرق الجوهري بين الاي سي والدي سي؟ الاي سي بيشتغل معانا بيبدا من 3 ساعات يوصل ل6 ساعات، وفي اكتر من كده. مشايات الجيمات ممكن تشتغل 23 ساعه في اليوم متواصل، لان هي حاجات هيفي ديوتي وبتبقى تجاري. الموتور مصمم ان هو يبقى فعلا شغال طول النهار. مشايات الجيمات بتبقى فعلي بتاعها الحصان 2 حصان او 3 حصان، فعلا الموتور ضخم ويستحمل ان هو يشتغل مده طويله. ده الاي سي. مشايات الدي سي بيبقى الموتور بتكنولوجي مختلفه، واخره نص ساعه. يوم ما هنقرص عليه بزياده لو احنا بننظف السير بشكل منتظم وبنزيته هنقول 45 دقيقه، بس يفضل ان هي تبقى نص ساعه، ونريح الموتور ساعتين لحد ما يبرد والحراره بتاعته تهدى، وبعدين نرجع نشغلها تاني. طب فرق السعر بيبقى نص سعر الاي سي. يعني ممكن المشاية الدي سي تلاقيها فعلا بنسبه 50% من المشاية الاي سي. فهي في الاخر انت بتحدد احتياجاتك ايه او الامتيازات اللي انت عايزها. دي المشاية الدي سي نوصلها مع بعض ونشوف. من قبل ما ارفع ابعاد السير، انتوا شايفين المشاية بقت واصله لفين؟ واصله لبطني. المشاية دي واصله لكتفي، المشاية الثانيه كانت معديه كتفي. فدي طبعا السير بتاعها هيبقى صغير زي ما اتفقنا، بنرفع السير سنه بسيطه. طبعا هي كمشاية كمان وزنها بقى خفيف جدا. يعني هنا برضو دي بوينت تكنيكال يا ريت ناخد بالنا منها واحنا بنحرك المشاية. الثانيه اول واحده خالص لو خدتوا بالكم انا حركتها على الواقف كده، دي هحتاج ان انا بس اديها سنه ميل لورا كده اهو عشان ابدا ان انا ايه احركها معايا. انما غير كده مش كانش هينفع تتحرك. لان طبعا زي ما قلنا المشاية الاولانيه بتبقى حوالي 100 كيلو تقريبا، فتقيله، فما كانش ينفع تعمل فيها الحركه دي. ما كانش ينفع تجيب عليك المشاية 100 كيلو، هتبقى تقيله جدا. فعملوا لها العجل بتاعها بيتحرك من غير حاجه. طيب هنا المشاية هنقيس ابعاد السير مع بعض. السير نزل معانا ب 40. اول مشاية كان 57، وتاني مشاية كانت 47، وتالت مشاية كانت 43. هنا نزلنا بقينا 40. طيب الطول بتاعه هنقيس طبعا من الاخر هنا اهو، من اخر العلبه. الطول بتاعه حوالي
107 سم. اول مشايه كانت 145، تاني مشايه 135، تالت مشايه 125، هنا 107 سم. يعني احنا بنتكلم دي نزلت عن اول مشايه حوالي 40 سم طول. ده يفرق كتير معاك في التمرين. الموتور بتاعها لو ندي كلوز كده يا محمد، الموتور بتاعها دي سي، باين قوي حجمه صغير جدا بالمقارنه بالموتورين التانيين اللي كانوا الاي سي. طب الموتور هنا مكتوب ان الهورس باور بتاعه 8.88، ده اللي مكتوب عليه، بس ده الماكسيمم بتاعه، ده اقصى حاجه ممكنه. طب هو فعلي يبقى اقل من كده بكتير، ده ممكن يبقى نص حصان وممكن يبقى اقل كمان من نص حصان. دي تشيل معانا كام كيلو؟ دي تشيل معانا اراوند 100 كيلو بالكتير قوي، او 110 كيلو بالكتير قوي لو اهتمينا بالتزييت السير بشكل مناسب. طيب ما فيهاش اصلا انكلاين ولا اوتوماتيك ولا مانوال. خلينا نجرب مع بعض المشايه. ما فيهاش برضو مدخل اي او اكس ولا مدخل يو اس بي، بس فيها طبعا القطعه الماجنتيك لان دي اساسيه. هنقدر نقول ان المشايه دي بيزك قوي، ما فيهاش اي اكسسوارز زي المشايتين اللي قبلها، مجرد ان انا هشغل المشايه خلاص. ما فيهاش زراير اصلا في الدراعين على عكس الثلاث مشايات الاي سي اللي قبلها، فالدراعات ما فيهاش زراير، فيها بس مجرد السنسور. ما فيهاش المداخل بتاعت الاي او اكس واليو اس بي، دي كلها اوبشنز. ما فيهاش جهاز الفايبريتور، ما فيهاش دامبلز، ما فيهاش مسند البطن، ما فيهاش قرص التويست. فهي مشايه بيزك قوي. الموتور بتاعها دي سي، يشتغل نص ساعه بالكتير. طيب انا دلوقتي عايز ازود السرعه، انا قدامي ان انا اختار السرعه 3 ولا 6 ولا 9، فانا هختار مثلا سرعه 9. ولو عايز ازود السرعه، عايزين نشوف اخرها كام. اخرها 12، اللي فاتت 14، اللي قبلها 16، واللي قبلها 20، عشان نبقى لامين الدنيا في دماغنا يا جماعه. طيب انا عايز انزل بالسرعه، انزل ل3. يا ترى وانا واقف عليها هبقى مرتاح زي اللي قبلها؟ انا بالنسبه لي طبعا ال3 اللي فاتوا انا مرتاح، ما عنديش فيهم اي مشكله. اريح واحده فيهم طبعا اول واحده لان هي اضخمهم، بس هنا انا برضو مش زعلان. يعني لو محمد يصور الكادر كده من بعيد، انا برضو بتمرن وانا فارد ظهري. انا تمام بتمرن وانا فارد ظهري. هزود السرعه اهو، هتبدا تسرع معايا. لو هجري وعايز امسك السنسور وانا بجري، انا فارد ظهري مفيش اي مشكله. طبعا اول مشايه لو خدنا بالنا كان في دراع قدام ودراع جانبي، دي اول مشايه بس. طب هنا عايزين نوقف، قلنا هنشيل الماجنتيك بالراحه، السير هيقف على طول. حط الماجنتيك، المشايه تشتغل تاني. مش ما فيهاش الفاكيوم. بنبدا بقى هنا نفقد الميزه بتاعه الرفع بتاع الموتور، يعني بتاع السير، دي مش موجوده هنا، اللي هي القطعه اللي كنا بندوس عليها برجلنا اللي بتنزل السير بالراحه. هنا بقى انا بشيله فعليا بايديا وانا برفعه وبنزله بايديا، هو تقيل انا كده شايله خلاص. طيب انا لما هرفعه هوقفه ازاي؟ معايا البكره دي، هحطها من هنا، هبقى ماسكه بالشكل ده، وهروح مدخل دي هنا بالشكل ده عشان امسك المشايه. العمليه دي هعملها كل مره وانا بفتح المشايه وانا بقفلها. سيب يا محمد، خلاص كده اتمسكت اهي، كده المشايه بقت واقفه. فده اوبشن، انت الاوبشن ده محتاجه او مش محتاجه، انت لازم تحدد. المشايه دي اسمها التلات اتنينات. طب التلات اتنينات دي ليها اختها الصغيره التلات وحيد، بس من غير جهاز الفايبريتور ده. بتقفل ازاي؟ السير انا هحط لكم الصوره دلوقتي. السير بيجي عمودي تماما ما بين الدراعين دول عشان القطعه دي ما بتبقاش موجوده، فساعتها المشايه بتبقى رفيعه قوي وهي واقفه، تقدر تحطها في ظهر باب او في ظهر دولاب او حاجه زي كده. تعالوا نجرب بقى المشايه دي فعلي في المشي عامله ازاي. طبعا لو انا رميت السير هيقع دلوقتي هيتكسر، فعشان كده انا اللي شايله، عكس الاربع مشايات اللي فاتوا. حاجه مهمه نسينا نقيس السير زي كل مره. تعالى يا محمد. بنتكلم هنا العرض بقى حوالي 39.5، اللي فاتت 40، وانتوا طبعا متابعين في الفيديو الباقي كله. الطول بتاعنا بنتكلم في حوالي 1.10 متر تقريبا. فاحنا بنتكلم ان المشايه دي الطول بتاع السير اطول من المشايه دي. بس كاعاده، لا والله انا كنت قايس السير هنا غلط، هو 1.10 متر. انا بعتذر لكم على الخطا.
فتقريبا المشايتين دول نقدر نقول ان السير واحد، مفيش مشكله ما بينهم. بس في تعليق واضح قوي بين المشايتين دول ان الدراع ده اعلى من الدراع ده، هيبان قوي معايا وانا ماشي عليه. بصوا بقى انا هنا هبدا ايه، انا عايز امسك، فانا لقيت ان انا محتاج ايه، اتني ظهري سنه بسيطه، مش فارد ظهري زي اللي فاتت وزي طبعا اول واحده فيهم كلهم. انا محتاج اتني زي ما انتم شايفين كده، اتني جزء شويه وانا بجري لو انا عايز السنسور يلقط معايا، ودي مش حاجه كويسه قوي في التمرين. طب لو انا هجري من غير حاجه، حاسس برضو ان السير ضيق شويه عليا. السرعات بتاعتها عايزين نشوف يا ترى هتوصل معانا لسرعه كام. 10 اللي قبلها 12 14 16 20 دي كده اخرها سرعه 10. فيها الانكلاين المانيوال، عايزين هنوقف بالماجنتيك او هندوس ستوب. معانا الكابل بتاع الاي او اكس، ومعانا مدخل اليو اس بي، طبعا اللي فاتت ما فيهاش ولا اي او اكس ولا يو اس بي. معانا المانيوال انكلاين لو عايزين تعملوه، اللي فاتت في الدي سي ما فيهاش المانيوال انكلاين. عايزين نفتح برضو علبة الموتور هنا ونشوف حجمه قد ايه. هو مكتوب طبعا عليه 2.5 هورس باور، وزي ما اتفقنا ده ما بيبقاش الفعلي اللي انا هشغله على مدار اليوم. دي ماشيه دي سي بتشتغل نص ساعة بس، بتشيل معانا ماكسيمم 100 كيلو. 2.5 هورس باور دي مش هتعدي برضو النص حصان زي اللي قبلها. البورين دول هيبقى مفيش اي فرق ما بينهم والبوردات، بس الماتيريال بصراحة بتاعت المشاية دي كموتور وكبوردة وكتقفيل، لا الماتيريال هنا اعلى بكتير ومفيش فرق ما بينهم تماما، غير ان هنا الدراعات اعلى شوية. طيب نشوف بقى المفاجأة، الووكينج باد. الووكينج باد يعني حاجة مشاية تحطها تحت السرير، تحت الدولاب، ورا الباب، ما تاخدش معاك اي مساحة خالص، بس بتشيل معاك حوالي 80 كيلو او 100 كيلو حد اقصى. لو احنا فتحنا علبة الموتور بتاعها، حجمه صغير كتير، مكتوب عليه 2 هورس باور، هو يعتبر تقريبا نفس حجم الموتور اللي قبله. انا مش عارف بس افتح العلبة اكبر من كده. معاها البوردة طبعا بتاعتها. الميزة بتاعت الووكينج باد الحجم الصغير اللي هي بتاعته. طيب هل هي مريحة في الاستخدام؟ البلوتوث حلاوتها ان هي بتشتغل بالريموت، يعني انا مش محتاج اصلا الدراع في حاجة، ما فيهاش سنسور. تعالى بقى. بس طبعا ابعاد السير صغيرة جدا، يعني احنا لو جينا نقيس السير مع بعض نتكلم 38 سنتي. طب الطول بتاعه نتكلم حوالي 100 سنتي، فده اصغر سير. هنتكلم اول مشاية كان العرض 57 تقريبا، كان الطول 145، فاحنا هنتكلم كده فقدنا نص متر في الطول وفقدنا حوالي 20 سنتي في العرض، ففرق كبير قوي. طيب يا ترى فيها كام سرعة؟ هنشوف دلوقتي مع بعض بالريموت. عايزين نشغل وانا واقف. شيل البلاستيك. شايل. طبعا بيبقى فيه بلاستيكه صغيره كده في الريموت اول لما بنشتريها، بنشيل بس البلاستيكه بيشتغل على طول. طبعا نجرب كده الموتور هيشتغل من ورا. انا دلوقتي محمد صور كده، انا حاطط الريموت يا جماعه ورا ظهري ماشي، هو شغال. طبعا انا حاطه فوق. محمد الريموت فوق اهو شغال. طب خد كده يا محمد انت شغال معانا. عايزين نعرف بس المدى بتاع الموتور بيوصل لحد فين. المدى فاضي يا جماعه، ما فيش موتور معايا، ما فيش ريموت. وريهم الريموت بس عشان يصدقوا بس، او الريموت مع محمد هو اللي بيعلي. اخرها 9. طب 9 هنا هل هقدر اجري عليها ولا همشي ماشي سريع؟ انا بالنسبه لي 9 هنا انا ماشي سريع، مش بجري. الوزن حوالي 90 كيلو تقريبا، فهي بالنسبه لي مش وحشه. هي حاجه بالنسبه لي ان انا همشي في البيت عليها، مش هجري بالمعنى الحرفي. عايز اطلع سبرنتات يبقى اطلع سبرنتات من اول الاثنين الاي سي، الاثنين الدي سي التانيين، واخر طبعا مشاية الاي سي. انما عايز امشي بس واتمشى في البيت، حد عايز يعمل رياضه خفيفه لايت او جوجنج خفيف في البيت، دي هتبقى اوبشن كويس. طبعا فيها حامل للموبايل هنا، واحنا ممكن ننيم الدراع، وهوريها لكم دلوقتي لما الدراع بينام بتبقى عامله ازاي. وقف يا محمد.
المشايه دي مشايه جوجينج يا جماعه، مش مشايه جري زي المشايات اللي قبلها، وخصوصا المشايات الاي سي. المشايه دي لو انا هشتريها في البيت هتبقى مجرد ان هي رفيعه، شال تحت السرير، تحت الكنبه، تحت الدولاب، ما فيهاش اي مشكله. الماكسيموم بتاعها 9، ما فيهاش موتور انكلاين، ما فيهاش سنسور، ما فيهاش يد جنبيه امسك بيها، ما فيهاش شاشه تعرض لي اي ديتيلز من السرعه والكالوريز والهارت ريت والحاجات اللي زي كده. انما الاحسن ميزه فيها ان هي فعلا ما بتاخدش مساحه عكس المشايات الثانيه اللي احنا شفناها. وقف بقى ابو حميد. هنعمل مع بعض كونكلوجن اخير كده، نجمع بقى الدنيا. طب احنا اتفرجنا على مشايات كتير، طب هل اصلا احنا بنتكلم دلوقتي عارضين 6 مشايات، ده غير العجل طبعا والاليبتيكال اللي موجودين عندنا والمالتي جيم ده يتعمل لهم فيديو منفصل. بس هل دي المشايات بس اللي عندنا؟ لا خالص. احنا عندنا بالنسبه للمشايات الدي سي عندنا حوالي موديلين تانيين او 3 موديلات تانيين بيتراوحوا في نفس الرينجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي. عندنا المواتير الاي سي، عندنا واحده عاليه جدا زي الاثنين اللي هناك، وعندنا 2 وسط زي الموديل ده. طيب ميزه وعيب سريعا. المشايه ال 2024 بالنسبه لنا ايه الميزه اللي فيها؟ مفيش وزن، المشايه كلها على بعضها 18 كيلو. لو 6 بت بتتكلم ان هي لو عايزه تحركها هتحركها بسلاسه جامده جدا اهي. فيها طبعا عجل من قدام. طب هي عايزه تشيلها اصلا مفيش مشكله، المشايه خفيفه كوزن، المشايه فعلا خفيفه ما فيهاش وزن. طب هي عايزه تشيلها جنب الحيطه مفيش مشكله، تشيلها جنب الحيطه تحت السرير بالشكل ده، توقفها على سيفها وتشيلها. طيب عايزه تشيلها تحت السرير عادي، تشيلها تحت السرير. يعني انا لو فرضنا ان ده السرير لو فرضنا ان ده السرير وانا عايز ادخلها مش مشكله هتخش تمام. فدي ميزه ال 2024. طب ايه العيب؟ العيب ان السير صغير، السير مش طويل، ما فيهاش انكلاين، ما بتجريش عليه، بتعمل جوجينج بس فقط لا غير. ده بالنسبه ل 2024. 3 اتنينات ايه الميزه اللي فيها وايه العيب؟ الميزه ان هي برده خفيفه لسه بالنسبه لست البيت، خفيفه، فيها العجله لو عايزه تتحرك بيها في البيت، فيها جهاز الفايبريتور ومعاها قرص التويست. وميزه مهمه جدا سعرها رخيص نسبيا بالمقارنه ببقيه المشايات اللي موجوده، والتقفيل بتاعها الكواليتي بتاعته حلوه بالمقارنه مثلا بالمشايه اللي بعدها على طول. لا التقفيل بتاعها فعلا حلو، الكواليتي بتاعت الموتور حلو، بتاع البورده، بتاع الايتمز، القطع البلاستيك والانكلاين اللي فيها، التشكيله بتاعتها لطيفه. بس كسير صغير، كسرعه مش عاليه. بس فيها اوبشنز في الشاشه الاي يو اكس واليو اس بي، وفيها السنسورز موجود. ده بالنسبه للثلاث اتنينات. واختها الثلاث وحايد اصغر خالص زي ما قلنا، وبتتلم تماما وتتحط ورا الباب. هسيب لكم صورتها. نيجي هنا بالمقارنه بالثلاث اتنينات اعلى سنه، انما هو نفس الموتور ونفس السير ونفس البورده ونفس كل حاجه، بس كبراند اقل طبعا من الميجا فورس. كل الاجهزه على فكره عليها ضمان 2 سنين ضد عيوب الصناعه، بنشحن لحضراتكم وكمان بنركب لحضراتكم. خلصنا كده المواتير الدي سي اللي بتشتغل نص ساعه. نخش هنا بقى. الحجم بدا يكبر زي ما احنا شفنا، بس الموتور بدا يشتغل 3 ساعات، بقى فيه زراير في الدراعات عليت، المشايه عرضت، السير كبر، فبقت احسن في التمرينه. 3 ساعات يعني كذا يوزر في البيت يقدر يتمرن عليها، او لو حد عايز يطلع عليها سبرنتات هيطلع عليها سبرنتات مرتاح. طبعا الشاشه بتاعتها اكبر وبتعرض ديتيلز اكتر. طيب المشايه ال 10000 يعني موتور اي سي يشتغل معاك من 4 ل 6 ساعات، يشيل معاك لحد 160 كيلو، بس الحجم اكبر كتير، وطبعا التكلفه اغلى، بس بيجي معاها جميع الاكسسوارز بتاعتها كدكه بطن وكجهاز فايبريتور وغيرهم من اللي احنا قلناه. طب ال3 ساعات الاكبر على الاطلاق واكتر واحده تقدر تشغلها في البيت 6 ساعات، وممكن تاخدها في صاله العلاج الطبيعي بتاعتك او صاله الجيم الصغيره الخاصه بحضرتك. مش هتقول لا، وهتشيل اوزان توصل معاك لحد 180 كيلو، شغلها 6 ساعات وبعدين تريحها. فيها بيلت ان كده كومبارتمنت صغيره ان انت تحط فيها الزيت، السير بتاعها متداري علشان ما يتطربش بسهوله، تقدر تحركها بسهوله لان هي 100 كيلو. النهارده انت تحدد، النهارده انت بتدور على ايه؟ بتدور على وقت قصير نص ساعه بس، بتدور على مساحه صغيره يبقى ل 2024، بتدور ان انت عايز تجري جامد على سرعه 20 يبقى ال3 ساعات،
بتدور ان انت عايز انكلاين عالي، يبقى الانكلاين 15 او الانكلاين 20 بتاع ال 10000. بتدور على حاجه تشتغل مده من 3 ساعات ل 6 ساعات، يبقى انت عايز موتور اي سي ليك وللعيله او لصاله الصاله التجاري الخاصه بيك. بتدور على حاجه وسط دي سي تشتغل من 30 دقيقه ل 45 دقيقه، والسير بتاعها يبقى لطيف الى حد ما، يبقى 3 اتنينات او اللي بعدها وهكذا. تشتري مشايه اعمل ايه؟ انصحك بايه؟ انصحك انك انت تنزل المكان اللي هتشتري منه المشايه وتتفرج على المشايه، تطلع تجربها. ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها انك انت تشتري مشايه من غير ما تجربها، تشوف انت هترتاح عليها ولا لا، تشوف دبه رجلك عليها. هي زي العربيه بالظبط، او زي العجله، او زي الموتوسيكل، لازم تروح تجربه قبل ما تشتريه، لان ده جهاز، ده استثمار انت بتشتريه في المنزل، مش هينفع كل 6 شهور تغيره. انت بتشتري الجهاز يقعد معاك بال3 سنين او ال5 سنين او اكتر كمان. نصيحتي في نهايه الفيديو ايه لاي حد عايز يشتري جهاز رياضي عموما؟ بص للجهاز الرياضي زي ما انت بتبص للعربيه او الثلاجه او الغساله او الموتوسيكل اللي انت بتشتريه ازاي؟ بتنزل تجربه، تنزل تشوف الثلاجه، بتفتح الثلاجه وبتقفلها، بتشوف والله من جوه واسعه ولا ضيقه، تسمع صوت الموتور بتاعها. معلش انا اسف اخدكم في تفاصيل، بس دي اللي هتوضح لكم الموضوع. ما تشتريش صوره. لما تيجي تسمع ان المشايه دي والله فيها 20 هورس باور، مش حاجه اسمها كده. موتور الاسانسير نفسه حوالي 7 هورس باور او 5 او 2 هورس باور. فيعني ايه مشايه يبقى فيها موتور اسانسير؟ اكيد مش منطقي. المشايه كلها 18 كيلو، او المشايه اللي هي 2024. طب هل كده معناها ان انا ممكن ابيعها لحضرتك واقول لك ان هي 5 هورس باور؟ لا طبعا، استحاله. اقول لك 2 هورس باور؟ لا برضو طبعا استحاله. دي ما تجيبش زي ما احنا شفنا مع بعض بالدليل الفروقات ما بين الاحجام المواتير، ان هي الموتور بتاعها ما يجيبش هورس باور اصلا وما يجيبش نص هورس باور. المهم الفعلي هي بتشتغل معاك ازاي. احنا بنبيع لحضرتك على الفعلي، ان هي تشتغل معاك من 80 كيلو ل 2024 لحد 100 كيلو، تشتغل معاك من 30 دقيقه ل 45 دقيقه. فزي ما قلنا ننزل ونجرب الجهاز، نشوف الاستاف، نشوف تعامل المكان عامل ازاي، لان التعامل بتاع المكان ده وانا بشتري هو اللي بيدل على التعامل ما بعد البيع، من خدمه ما بعد البيع لو لا قدر الله حصل مشكله في الضمان. ما هو الضمان اتعمل ليه؟ اتعمل علشان لو حصل مشكله اثبت لك جديه واجي اصين لك. الضمان مش اتعمل ان الجهاز ما يحصلوش حاجه. اكبر الشركات في العالم سواء عربيات او موبايلات او تلفزيونات بتدي ضمان، لو ملتزمه بيه بتسمع في السوق، لو مش ملتزمه مش هتسمع في السوق. في النهايه بتشوف السعر، والله المواصفه اللي عجبت حضرتك دي بتشوف السعر وتبدا تقارن ما بين الشركات وبعضها، وبتشوف خدمه ما بعد البيع والريفيوز عن الشركه اللي انت هتتعامل معاها دي، هل فعلا ليها مصداقيه في السوق على مدار السنين اللي فاتت. احنا بفضل الله شغالين بقالنا 8 سنين وعندنا مصداقيه كبيره جدا، مش في الاجهزه الرياضيه بس، بفضل الله في الاجهزه الرياضيه وفي المعدات وفرش الجيمات وصالات الكروسفيت وكمان الملابس الرياضيه. شركتنا الشركه الوحيده في السوق المحلي المصري اللي بتدي من 90 يوم ل 180 يوم استبدال واسترجاع على منتجات تصنيع اسيليتهم، لان احنا واثقين فيها. بندي ضمان، سياسه الضمان عندنا بتبدا من 6 شهور لحد 2 سنين على حسب المنتج. بنشتغل في براندات كتير، مش بنشتغل في اسيليتهم بس، بتختلف سياسات الضمان او الاستبدال والاسترجاع فيها. عموما الاجهزه الرياضيه كلها عليها ضمان 2 سنين ضد عيوب الصناعه. احنا بفضل الله الشركه الوحيده اللي بتدي على المستعمل ضمان 1 سنة كامله. بنشتري المستعمل وبنصينه وبنعمل له زي تجديد، وبعدين بنبدا نبيعه لحضرتك وعليه ضمان 1 سنة. مفيش حد بيعمل كده في الماركت المصري. اغلب الشركات لو بتدي ضمان على المستعمل بتدي 3 شهور حد اقصى. احنا بفضل الله بنكون واثقين في المنتجات المستعمله اللي بنبيعها. عشان كده تشرفونا في ظهر طيبه مول مدينه نصر بجوار البنك الاهلي، تتفرجوا على كل تشكيله الاجهزه الرياضيه اللي عندنا، واحنا نوصلها لكم لحد المنزل ونركبها، وتكونوا مطمئنين ان انتوا اشتريتوا الجهاز المناسب ان شاء الله. رمضان كريم عليكم.